الرماح وتشابكت السيوف، وإذا بجيش ابن أمية قد رجع إلى الوراء خائفا من حالة حدثت قرب الخيام، فأرادت العقيلة زينب بنفسها أن تخرج لترى ما هذه الحالة، وإذا رأت هنالك شخص قد قدم على جواده فاقتربت، وإذا هو بالإمام العباس عليه الصلاة والسلام. قمت عباس أشوفك قلوين، قمت عباس أشوفك قلوين، وبيدك المهرة وتشد بالجامها، عليك صفنا وانت رجلك على رجها، ايش حال من تمشي وتحرك قدامها. قمت عباس اشوفك قلويا وبيدك المهرة وتشد بالجامها، عليك صفنا وانت رجلك على رجها، ايش حال من تمشي وتحرك قدامها. ناوي تنزل يا القمر لارض القتال، بينت بعداك من اعلامها، طخن طاحن تراهن جاي اشوف، وذبت الرماية حتى سهامها. قمت عباس اشوفك قلويا وبيدك المهرة وتشد بالجامها، عليك صفنا وانت رجلك على الركاب، ايش حال من تمشي وتحرك قدامها. ناوي تنزل يا القمر لارض القتال، بينت بعداك من اعلامها، طخن طاحن تراهن جاي اشوف، ذبت الرماية حتى سهامها. انا مو هسه اطب لا بالتبوع، انا مو هسه اطب لا بالتبوع، من تكف كل الامور زمانها، قايم على الشط فقط والبيد يقول، اسكسكنا العشرة بابهامها، راح اقر النهر بظروفه وهديك واضرب الدنيا واطش ريام. انا مو هسه اطب لا بالتبوع، من تكف كل الامور زمانها، قايم على الشط فقط والبيد يقول، اسكسكنا العشرة بابهامها، راح اقر النهر بظروفه وهديك واضرب الدنيا واطش ريام. ولا خليها الجثث ما بيها روس، ولا خليها الجثث ما بيها روس، حتى لو خلنا يريد المامها، ولا طمر الا جسم مضرب حيل، حتى خفف لن يشيل اجسامها. ولا خليها الجثث ما بيها روس، حتى لو خلنا يريد المامها، ولا طمر الا جسم مضرب حيل، حتى خفف لن يشيل اجسامها. وشرب قبا من البداية